هل نوتيلا حقا لذيذة؟ أم أنها قنبلة سكرية؟ هل تعتقد أنك تعرف كل شيء عن نوتيلا؟ استعد للدهشة. اليوم سنكشف لك أسرارا مذهلة عن الشوكولاتة الأكثر شهرة في العالم، بدءا من قصة تطورها عبر العقود وحتى الجانب الصحي المثير للجدل. كيف ولدت نوتيلا؟ رحلة بدأت بسبب الحرب. في أربعينيات القرن الماضي كانت أوروبا تعاني من نقص حاد في الكاكاو بسبب الحرب العالمية الثانية، مما دفع بيترو فيريرو صانع الحلويات الإيطالي إلى ابتكار بديل عبقري. قام بمزج القليل من الكاكاو مع البندق، وهو محصول متوفر بكثرة في إيطاليا، وصنع منتجا صلبا يسمى باستا جياندوجا. كان يباع على شكل قطع صلبة تقطع بالسكين وتوضع على الخبز. لكن مع الوقت لاحظ الناس أن هذا المنتج يذوب في الصيف، فقام ابنه ميشيل فيريرو بتحويله إلى نسخة كريمية قابلة للدهن في عام 1964، وهكذا ولدت نوتيلا كما نعرفها اليوم. ماذا تحتوي نوتيلا حقا؟ الحقيقة الصادمة. هل تعلم أن نوتيلا تتكون من 7 مكونات فقط؟ إليك القائمة. سكر. المكون الأساسي والأكثر نسبة، أكثر من 50%. زيت النخيل. يعطي نوتيلا ملمسها الناعم، لكنه مثير للجدل صحيا. البندق 13%، العنصر الصحي الوحيد تقريبا. مسحوق الكاكاو. موجود بكمية ضئيلة جدا. الحليب المجفف لإضافة نكهة حليبية. مستحلب ليسيثين الصويا يساعد في دمج المكونات معا. نكهة الفانيليا لإضفاء مذاق شهي. لماذا تعتبر نوتيلا غير صحية؟ 5 أسباب صادمة. أولا، تحتوي على أكثر من 50% سكر. ثانيا، ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة. ثالثا، تحتوي على زيت النخيل المثير للجدل. رابعا، نسبة البندق والكاكاو ضئيلة جدا. خامسا، مشاكل قانونية بسبب الإعلانات المضللة. هل هناك فرق بين نوتيلا الأوروبية والأمريكية؟ النسخة الأوروبية تحتوي على مزيد من البندق والكاكاو، مما يجعلها أغنى بالنكهة. النسخة الأمريكية تحتوي على سكر وزيت نخيل أكثر، مما يجعلها أكثر حلاوة وأقل كريمية. هل هناك بدائل صحية لنوتيلا؟ زبدة البندق مع العسل ومسحوق الكاكاو خيار طبيعي بلا سكر مضاف. زبدة الفول السوداني مع الكاكاو وقليل من العسل غنية بالبروتين والدهون الصحية. نوتيلا محلية الصنع، امزج بندقا محمصا مع كاكاو، قليل من العسل، وزيت جوز الهند. والآن حان دورك. هل كنت تعرف هذه الحقائق عن نوتيلا؟ وهل ستستمر في تناولها بعد معرفة كل هذا؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وأخبرنا عن طريقتك المفضلة لتناول نوتيلا. ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة لنستمر في تقديم محتوى مشوق ومثير.